الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الحصة إن شاء الله أو في هذا الفيديو إن شاء الله خصصناه لبعض الأسئلة اللي كيتحطوا في الامتحان الجهوي، فقط الصيغة اللي كتبدل. إذن أسئلة موجهة حول ما يتعلق بدرس ديال الطلاق. إذن خصك تكون عارف أن الطلاق عنده 3 المحاور. إذن المحور الأول، ثم المحور الثاني، ثم المحور الثالث. خاصك تعرف كالتعريف ديال الطلاق، خاصك تعرف الحكم ديال الطلاق، ثم الأحكام التي تعتريه. ثم أيضا أيها التلميذ خاصك تعرف أنواع ديال الطلاق، ثم شروط الطلاق وأحكام العدة. إذن في هذا الفيديو راه وضحنا هادشي هذا: أنواع الطلاق، ثم تعريف كل نوع، ثم الشروط المتعلقة بكل نوع. ثم أيضا تحدثنا عن أحكام العدة، يعني كتعريف ديال العدة، ثم الغاية من العدة، ثم أيضا حكم العدة، ثم أيضا انتقلنا إلى أنواع العدة ومدة كل امرأة، ثم أيضا دليل على ذلك من القرآن الكريم. ثم أيضا تحدثنا عن مقاصد الطلاق، ثم أيضا آثار الطلاق على الأسرة، ثم أيضا آثار الطلاق على المجتمع. في هذه الحصة إن شاء الله خصصناها للتمارين. إذن أجي تختبر راسك. إذن أسئلة غالبا تطرح في الامتحان الجهوي بصيغ مختلفة. إذن خذ دفتر التمارين قبل أن تطلع على التصحيح. اختبر نفسك أولا، ثم بعده طلع على التصحيح. إذن نبدأ على بركة الله. إذن عندنا مجموعة من تصرفات الحكم، يعني هي جائزة أم غير جائزة، ثم أيضا التعليل، ثم نوع الطلاق. إذن نبدأ بالتصرف الأول، ثم نعطي حكم هذا التصرف، ثم التعليل، ثم نوع الطلاق. كذلك أيضا المثال الثاني الأمر نفسه، ثم أيضا المثال الثالث الأمر نفسه. إذن على بركة الله. التصرف الأول: رفعت سلمى دعوى قضائية على زوجها المدمن قصد تطليقها منه. إذن سلمى هي اللي بغات تطلق الزوج ديالها. إذن كيف ما قريت في تعريف الطلاق أنه حق يمارسه الزوج والزوجة. إذن من حق الزوجة أن تطلق، كما أن من حق الزوج أن يطلق. إذن في الحكم غادي نقوله فهو جائز. أما في التعليل: يحق للمرأة طلب طلاق في حالة الضرر. وما هو الضرر الذي وقع؟ لأنه مدمن. هذا الرجل هذا فهو مدمن، قد يلحق الضرر بها، قد يعتدي عليها. يعني الإدمان قد يكون إدمان يعني المخدرات أو الخمر أو ما شابه ذلك، فلا شك أنه يلحق الضرر بهذه المرأة. إذن فيحق للمرأة طلب الطلاق. نوع الطلاق هنا الطلاق البائن بينونة صغرى، لأن المرأة هي التي أرادت أن تطلق. ننتقل إلى التصرف الثاني: اتفق ريان وسميرة على الزواج دون صداق، يعني إسقاط. اتفقوا على إسقاط الصداق، جاهم هذا الصداق قسح وما كيبغيو بعضياتهم، واتفقوا أنهم يسقطوا هذا الصداق. إذن أنت يا عزيزي التلميذ حينما يكون مثل هذا التصرف فما رأيك؟ يعني ما حكم الشرعي في ذلك؟ هو جائز أم غير جائز؟ فنقول أنه غير جائز. لماذا غير جائز؟ فينبغي أن تعرف أن الصداق يندرج ضمن أركان الزواج، وإسقاط الصداق، يعني عدم إسقاط الصداق، يندرج ضمن الشروط. إذن هذا هو التعليل. إذن في التعليل نقول لأن من أركان الزواج نجد الصداق، ومن شروط الصداق عدم إسقاطه. إذن نوع الطلاق هنا نحن لا نتحدث عن الطلاق، وإنما نتحدث عن كون هذا الزواج غير مقبول، مرفوض شرعا.
لا وجود لنوع الطلاق هنا. التصرف الثالث: بعد محاولات الإصلاح أرجع حميد زوجته في عدتها من غير مهر. وقع بيناتهم طلاق بين الزوج والزوجة، بين حميد وزوجته، ثم رجع حميد الزوجة ديالو أثناء العدة. إذا ما رأيكم؟ هذا ما وقع هو جائز أم غير جائز؟ فهو جائز. لماذا؟ لأنه أرجع زوجته قبل أن تنتهي مدة العدة. إذا أثناء العدة فيجوز للزوج إرجاع زوجته بدون عقد وبدون مهر. يجوز، يعني في التعليل نقول يجوز للزوج إرجاع الزوجة أثناء العدة بدون مهر. نوع الطلاق هنا فهو طلاق رجعي. ننتقل إلى أمثلة أخرى. إذن الأمر نفسه: نعطي تصرف ثم الحكم ثم التعليل ثم نوع الطلاق. مثال أيضا ثاني: حكمه التعليل نوع الطلاق. مثال ثالث: حكمه التعليل نوع الطلاق. إذن التصرف الأول: تعاقد فهد مع أسيا على أن يكون زواجهما لمدة عام. اتفقوا باش يتزوجوا مدة سنة ثم ينتهي ذلك العقد. إذن في تعريف مدونات الأسرة: هو ترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام. حينما نقول على وجه الدوام بمعنى أن لا يتفق على أن ينتهي هذا العقد أو هذا الزواج في مدة معينة، إذن للأبد. إذن فحكم هذا التصرف أهو جائز أم غير جائز؟ فنقول أنه غير جائز. التعليل: لماذا هو غير جائز؟ لأن الأصل في الزواج هو دوام العشرة. الأصل في الزواج أن يكون على وجه الدوام. إذن نوع الطلاق هنا لا نتحدث عن أي نوع من الطلاق، فهذا الزواج فهو مرفوض أصلا. التصرف الثاني: اتفقت زوجة سعيد مع زوجها على التنازل عن باقي الصداق مقابل طلاقها منه، فقبل الزوج ذلك وطلقها. بمعنى زوجة سعيد مع الزوجة ديالو، الزوجة ديال سعيد مبقاتش بغات تعيش مع الزوج ديالها وأخبرته أنه غتسمح ليه في ذاك الصداق اللي باقي، لأن مثلا اتفقوا يعني في الصداق أنه يعطيها مثلا 4 المليون، أعطاها مليون، بقى 3 المليون. وقع بيناتهم يعني خصام، ثم طلبت، لأنه أثناء الطلاق فينبغي أن يعطي الزوج لزوجته تتمة ذلك الصداق، لكن هي قالت تنازلت عن ذلك، تنازلت عن حقها اللي هو المهر، ولكن مقابل ماذا؟ مقابل الطلاق، وهذا الطلاق يسمى طلاق خلعي. إذن فحكم هذا التصرف أنه جائز. التعليل: يحق للمرأة أن تتنازل عن صداقها مقابل الطلاق، وهو ما يسمى بالخلع. إذن فنوع الطلاق هنا بائن بيننا صغرى. لماذا قلنا بائن بيننا صغرى ولم نقل طلاق رجعي؟ دائما إذا صدر من المرأة أنها هي التي تمارس الطلاق، هي التي أرادت الطلاق، فيسمى هذا الطلاق الخلعي. وهذا يسمى يعني نوع الطلاق هنا هو طلاق بائن بيننا صغرى. لماذا؟ لأن ذلك يدخل في باب الخلع، وهو طلاق بعوض تدفعه الزوجة للزوج مقابل فراقها منه، ويجوز شرعا إذا خافت الزوجة على سبيل المثال ألا تقيم حدود الله معه أو لم تعد تريد الاستمرار معه. قد ثبت ذلك الخلع في السنة النبوية كما في قصة أعتقد امرأة ثابت بن قيس. إذن في الطلاق الخلعي بائن لا رجعة فيه، يعني في العدة. لماذا؟ لأنه يحدث بعوض وباتفاق،
وقد تنازلت المرأة عن حق من حقوقها اللي هو المهر، فحينما تنازلت المرأة عن هذا الحق، فلا ينبغي للزوج أن يرجعها أثناء العدة بدون هذا المهر. واضح؟ إذن فإذا أراد الزوج أو إذا رغبت الزوجة فيه ورغب هو فيها، فلا بد من انتهاء العدة، ولا بد من عقد جديد ومهر جديد. لأن أعطيكم مثال حتى يتضح لكم الأمر. عندنا الطلاق إذا صدر من الرجل أو الرجل إذا لم يحب الزوجة يطلقها، ويسمى هذا طلاق. والعكس، المرأة إذا لم تحب الزوج فيسمى وأرادت أن تخلع منه فيسمى هذا الطلاق خلعي. فالرجل على سبيل المثال دفع لهذه المرأة 5 ملايين في المهر، فإذا أرادت هي يعني هذه المرأة الطلاق تدفع للرجل ذلك المبلغ مقابل ماذا؟ مقابل الطلاق، وهذا ما نسميه الطلاق الخلعي. فلا يمكن للمرأة أن تعيد ما دفعه الرجل إليها، يعني 5 ملايين أو 6 ملايين أو على حسب المتفق عليه، ثم يريد مراجعتها أثناء العدة بدون مهر، وقد تنازلت المرأة عنه. ننتقل إلى المثال أو التصرف السادس. مرت سنة على زواج سمير، لكن التوتر المستمر بينه وبين زوجته دفعه إلى ربط علاقات أخرى مع بائعات الهواء. إذن نقول لسمير أن هذا التصرف جائز أم غير جائز؟ نقول له أنه غير جائز. لماذا؟ أولا، لأن الغاية من هذا الزواج هو الإحصان والعفاف، ونجده هو لم يحصن نفسه من هذا الزواج. وكذلك أيضا فلا بد من الوفاء، لا بد من احترام هذه الزوجة. وكيف نحترم الزوجة؟ بالوفاء وعدم الخيانة. إذن هذا يمكن أن نشير إليه في التعليل. إذن نقول من مقاصد الزواج الإحصان والعفاف، وكذلك أيضا يمكن أن نعبر عن أنه يعتبر ذلك خيانة زوجية، والإسلام يحرم ذلك. إذن نوع الطلاق هنا فهو غير موجود، لأننا نتحدث أولا عن هذا التصرف ولا نتحدث عن الطلاق. إذن هذه بعض الأمثلة. في فيديو إن شاء الله قادم سنعطي أمثلة أخرى في دروس أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.